لله. الحقيقة ما استمعنا به للحكومة الحقيقة للأسف الشديد خاصة مع الكبير دول في شباب هو يتحدث عن التدريب والتعاملات في كلام مسلم وبعدين في بيت يقولوا في شباب جالس بشباب مدير باختصاصات صحفية أجنبية. فأنا أرجو الإعلام المصري والذي تابع الحادث أن يعني كان الدكتور مفيد خد اختصاصات منه بدل ما جاب لنا رجاله مش عارف منين. طب التقرير ده تقرير لجنه تقصي الحقائق، لكن انا عايز ادي مفاجاه اكبر من تقرير لجنه تقصي الحقائق. انا عايز اقول الدكتور مفيد شهاب في جلسه المجلس الموقر قال ايه؟ جلسه المنطقه الجلسه ال 18 يا دكتور مفيد صباح يوم الاحد 12 محرم. ارجو حضرتك تقرا انت قلت ايه في صفحه 26. الحقيقه دكتور مفيد بيقول الحقيقه الثانيه ان الكل يسلم بان هناك اخطاء. اسمع دكتور مفيد بيقول ايه؟ جسيمه واهمالا وقصورا قد حدث وانه لا بد من التعامل معه على كل المستويات. اللي بيقول اخطاء جسيمه واللي بيقول اهمال وقصور الدكتور مفيد شهاب ممثل الدوله. انا عايز اقول التقرير، انا سمعت السيد وزير الطيران المدني وهو يتحدث. التقرير ده تقرير اللجنه الفنيه الدوليه اللي شكلها السيد وزير النقل وموقع على كل صفحه منه 18 توقيع. ارجو من الساده الوزراء كلهم يراجعوه ويردوا على سطر واحد من اللجنه الفنيه الدوليه اللي السيد وزير النقل شكلها وشكل فيها خبراء دوليين. لكن انا هقرا السطر الاخير من مضبطه التقرير اللي اتهم الحكومه ويحملها المسؤوليه السياسيه كامله التقرير. لكن انا بقول للسيد رئيس المجلس التقرير ده اسمه التقرير النهائي يا ساده الصحافه والاعلام، اسمه التقرير النهائي مش المبدئي للجنه تقصي الحقائق اللي اللجنه كتبته في شهر 6 سنه 2006 مش اللي اتعمل الاسبوع اللي فات. تقرير الطبعه الاولى قال ايه؟ والسيد رئيس المجلس اكيد قراه. المسؤوليه السياسيه فان اللجنه تحصرها في امرين، الاول هو التقصير والاهمال اللذان ظهر واضحين في مساله البحث والانقاذ واللي حكت فيه اللجنه من الساعه 1:33 بعد 93 دقيقه كان مركز البحث والانقاذ بقرناصه الساعه 3:09 عنده خبر ان السفينه غرقت والوطن بالكامل اتحرك الساعه 3 العصر. يا سياده الرئيس والله المسؤوليه امامك، امام الله عليك وعلى هذا المجلس جميعا. سنتحمل المساءله بين يدي الله تبارك وتعالى على 1033 بشر سبناهم نهبا للاسماك. لكن انا حاسس اسمع التقرير ده قال ايه؟ التقرير قال الامر الذي ترى معه اللجنه ان الحكومه مسؤوله مسؤوليه كامله عن الاهمال والتقصير في عمليه البحث والانقاذ. انا مش هعرض الامر على الساده النواب الاجنبيه، لكن الماده 127 قالت كيف نتعامل مع المسؤوليه الكامله لرئيس الوزراء وللحكومه بالاقاله. ومن هنا بقى انا بحط المجلس مره ثانيه امام مسؤوليته، واذا ما عملش فانا بطالب صاحب القرار في الوطن بانه يدي رساله للشعب المصري بانه شعب يستحق الاحترام والتقدير والحفاظ على كرامته وامنه وارواحه، ويتقدم هو لاقاله الحكومه هذه اللي التقرير المحايد من المجلس الموقر حملها المسؤوليه كامله وقال ان الحكومه ادارت الازمه. انا بقرا في التقرير ما بقولش من عندي. ادارت الازمه بعكس وتخبط وعشوائيه دلل على عدم الكفايه. يا ترى دكتور فيك كلام مرسل ولا كلام جرايد ولا اتهامات وادعاءات ولا تهويل مبالغ علشان بتبدل الراي العام؟ والله اللي اساء للدنيا كلها وللبشريه وللانسانيه يا جماعه هم اللي اغرقوا البلد في الفساد والمحسوبيه والرشا واللي بلغوا سفينه الوطن كله. انا والله اطالبكم ان تتقدموا وتنالوا هذا الشرف، والا فقد حرمتم انفسكم منه. تتقدموا انتم قبل ان يطالبكم جموع النواب ثم جموع الشعب بالاستقاله حفاظا على مستقبل هذا الوطن. ولعل مره واحده
هذا المجلس الموقر يتخذ فيه مجلس موقف محاسبة ومساءلة لحكومة حقيقة أفسدت من خلال تقرير رسمي للجنة دولية وللجنة تقصي حقائق محايدة تتحمل مسؤوليتها. لعل هذا يكون نقطة إصلاح لمستقبل الوطن. المسؤولية في رقابكم جميعا. من أعان على قتل امرئ مؤمن ولو بشق كلمة، مش قال له اقتل، ده قال اقتل وما كملش الكلمة، فهو شريك للقاتل في النار، وتحملوا المسؤولية. والسلام عليكم ورحمة الله.